ادي زوايد اهي. شوف النحل عامل فيها ايه اهي، شغال اهو. ده النحل اللي بيبنيها من اولها، من البداية للنهاية يا جماعة اهو. نحل شغال بيبني شمع ابيض زي ما انتم شايفين كده اهو. حاطط هنا حبوب لقاح اهو، في المؤخرة دي اهو في حبوب لقاح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم الأربعاء الموافق 24 من مايو 2023. دي الخشبة اللي حاطينها أو حتة غابة كده محطوطة. شايفين النحل عامل عليها زوايد ازاي. طبعا احنا لما بنلاقي النحل عمل زوايد في اي اتجاه بنعرف هو عايز يوسع ويحط برويز جديدة. عشان كده جينا حطينا المرة اللي فاتت من يومين اتنين، حطينا البرواز ده فاضي اهو، من الناحية دي فاضي خالص اهو. شمع اساس، شمع اساس من هنا اهو، هنا شمع اساس اهو. بدأ مط في الجنب اهو، حاجة خفيفة. مط من الاسفل حاجة خفيفة اهو من الجنب التاني، وده كله ما تمطش فيه حاجة. الناحية التانية بقى النحل شغال عليها اهو. شايفين مط الشمع عامل ازاي؟ النحل كده شغال في وضعية مط الشمع. خلاص. اثناء مط الشمع النحل حاطط عسل اهو في النص اهو. النحل حاطط ايه؟ عسل اهو، شغال اهو. خلاص، بيحط عسل كده، يعني بيمط الشمع اهو، شايفين ازاي؟ وفي نفس الوقت بيحط عسل. البرواز ده كان من الناحيه دي، من جانب البرواز اللي جنبه، من هنا فاضي، عشان كده ما اشتغلش. انا هقلب ده دلوقتي كده، اخليه العكس عشان يبدا يمط في الناحيه دي. طيب، وربما احطه بين بروازين. هنشوف ده البرواز ده محطوط بقاله يومين، يوم 22. في برواز محطوط قبلها كمان بيومين، يعني 4 ايام. هنشوف كده اتمط ازاي والنحل وصل معاه لايه. دلوقتي ادي الخليه، بسم الله ما شاء الله. شايفين البراويز شايله عسل، الله اكبر. برواز فيه كميه عسل معقوله جدا، والنحل موجود بكثافه اهو، والعسل بيلمع اهو. الناحيه التانيه في خاتم اهو. هنلف البرواز ونركنه بجوار البرواز اللي قبل كده اللي هو شمع الاساس. نشوف البرواز اللي بعده، بسم الله ما شاء الله. عسل برضو، والنحل مبيض من فوق اهوت العسل، يعني قافل عليه. خلاص. وهنا مفتوح وفيه بعض الايه، العيون النحل ايه فضاها، والملكه حطت فيها بيض. بعض المساحات ليه؟ لان النحل محتاج يوسع، يعني عايز يحط ايه، الملكه عايزه تحط حضنه، عايزه تزود عدد الخليه. ده البرواز اللي احنا حطيناه شمع الاساس من حوالي 4 ايام بالظبط، من 4 ايام. اتمط البرواز واتحط فيه عسل وختم اهو فوق من الجنبين، واتحط فيه حضنه بيض بقاله 3-4 ايام، عشان كده بادئ يقفل عليه اهو. من الناحيه التانيه البرواز ده من حوالي 4 أو 5 ايام بالكتير قوي. شايفين النحل مط ازاي؟ ده يا جماعه مط براويز الشمع اللي هو شمع الاساس. وده بتبقى حاجه كويسه للنحل، انه بيبدا يشتغل فيها ويبني عيون جديده ويبني شمع جديد. طبعا من عنده احنا ما بنحطلوش الشمع ده، احنا بنحط له فرخ اساس فقط لا غير، وهو بيجيب الباقي ده كله وهو اللي بيوضعه. يبقى احنا عندنا دلوقتي في الخليه دي بروازين اطار شمع اساس زي ما شفناهم. ده بقى من البراويز القديمه اهي، بقت غالبيتها عسل، وكده اتيقت على المالكه انها تحط فيها حضنه. خلاص. نشوف البرواز كمان، ونبدا بقى ننسق الخليه دي ونشوف هنعمل فيها ايه. خلاص. برضو هنا نفس الحكايه،
يعني احنا دلوقتي في الموسم في الشغل خلاص، والنحل شغال كويس، محتاج نزود ليه. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنحاول نجيب برواز هنا، الاطار اللي في الاخر خالص خلاص عشان يتمط، هنحطه هنا ونضم عليه البروازين، هنضم عليه برواز، وبعد كده هنسقط اطار جبناه برضو من خلية تانية اهو، هنسقطه في النص هنا عشان الملكة تشتغل عليه. هنضم الخلية بتاعتنا نديها دخانة خفيفة، واحنا شفنا النحل ازاي في يومين عمل البرواز عشان ما كان في الجنب، ومن 5 ايام ازاي اشتغل في برواز ثاني وحط فيه الايه الحضنة. بنقول لاحبابنا واعزائنا مشاهدي القناة كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو الخلية كمان هنفتحها وهنشوف يا جماعة امتى نستخدم الزوايد وامتى نحس فعلا ان النحل محتاج ان احنا نزود له. ده خلية بنفتحها اهو، بسم الله ما شاء الله، النحل عامل فيها زوايد زي ما شفنا قبل كده اهو. هذا الزوايد اهو، بسم الله ما شاء الله. هنفضها طبعا، الزوايد دي كلها هنستخدمها ان شاء الله في الشغل بتاعنا، يعني هنحطها في براويز وهنشوف. هنبص مع بعض كده في الجنب ده اهو، هنا هنلاقي في زوايد اهو، بسم الله ما شاء الله، شايفين ادي زوايد اهي. شوف النحل عامل فيها ايه اهي، شغال اهو. ده النحل اللي بيبنيها من اولها من البداية للنهاية يا جماعة اهو، نحل شغال بيبني شمع ابيض زي ما انتم شايفين كده اهو. حاطط هنا حبوب لقاح اهو في المؤخرة دي اهو، في حبوب لقاح اهو ماشي. هو رابط بده، المادة اللي هنا دي بتبقى مادة بروبليس جامدة، يربط بها بالخشب عشان تشيل البرواز اللي هو هيبقى مليان عسل وهيبقى وزنه كبير خلاص. طبعا العيون دي عيون كبيرة واسعة، يعني النحل عاملها تقريبا علشان يحط فيها عسل. يبقى كده احنا عندنا 6 براويز في الخلية هنا، يبقى كده معنى ذلك ان النحل اللي هنا اكتر محتاج شغل اكتر خلاص. فهو بدأ يعمل الزوايد دي عشان يوسع على نفسه خلاص، والملكة تحط بيض ويزود الشغل بتاعه. هنشوف كده مع بعض البراويز شكلها ايه. الله اكبر، البرواز كله عسل وتقيل جدا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، في قرابة 3 كيلو ماشي. هنرجع البرواز ده في الاخر، هنشوف اللي قبله، بسم الله ما شاء الله، برضو هو قافل اهو عسل ومساحة صغيرة للحضنة، يبقى الملكة عايزة تشتغل، فعلشان كده هيضطروا يحطوا زوايد، واحنا هنضطر نحط لها ايه بعد كده شمع اساس. ادي برضو هنا نفس القصة، غالب البراويز فيها عسل، محملة بالعسل اهو. احنا حطينا هنا من 4 ايام، حطينا اطار برواز شمع اساس اهو، شمع الاساس النحل اشتغل عليه زي ما انتم شايفين كده اهو. في حضنة اهو هنا، كل دي حضنة، ده من 5 ايام تقريبا، وحتى قفل اهو العيون. وهنا في حبوب لقاح الغامقة دي يا جماعة بتاعت البرسيم، حبوب لقاح. الناحية التانية من الاطار برضو حبوب لقاح اهو، والحضنة يعني الخلية دي لو اتحط لها بروازين فاضيين 3 هتشتغلهم. عشان كده احنا هنعمل ايه بقى؟ بس اما انقل الزوائد الشمعية دي خلاص اهو،
اللي قبل الاخير برضه اهو كله في حضنه وفي عسل، وفي نحل كتير في ارضيه الخليه. احنا الخليه دي هنحط لها دلوقتي الزواد دي، هنحطها لها سلك فقط. هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه ده ماشي من الخلف كده، هنعديه من الخلف كده، وبعد كده نشد عليه السلك اللي فوق ونثبته من الايه؟ من الاسفل. خلاص دي طريقه، وفي طريقه ان احنا نثبت من فوق. خلاص كده خلاص قفل عليه. هنبدا نسقط البرواز ده ونشوف النحله هيعمل بعد كده فيه ايه. هيشتغل عليه وهنبقى ايه نصوره بعد كده. هجيبه بعد الايه البرواز الاولاني على طول هنا كده، النحله هيشتغل على طول. وطبعا دي الزواد اللي هو كان عاملها من الخلف، وهنرجع البرواز اللي هو شغال فيه ده برضه هيشتغل فيه. وبرضه انا هزود للخليه كمان برواز، بس برواز هيبقى حضنه للحضنه. هحط البرواز ده عشان احط فيه حضنه هنا. كل ده بيدي فرصه للملكه انها تشتغل. طبعا الناس اللي هي لسه مبتدئه مش هيستخدم ايده زي ما احنا بنستخدم كده يا جماعه. خلاص، لان احنا عارفين بنشتغل ازاي وبنعمل ازاي، بنحط ايدينا بحساب. مفيش حد يجي يعمل زي ما احنا بنعمل كده، يحط ايده في وسط النحل يتقرص ويعني يتعرض للدغ كتير. احنا ممكن نتقرص عادي، بس احنا واخدين على الموضوع ده واحنا بنحط ايدينا كده، مفيش ولا قرصه طبعا، وعارف ازاي النحل بيتحرك من حواليا. ممكن النحله تقف عليا، لو نتشت ايدي جامد النحل هيقرص على طول فورا. خلاص احنا كده ظبطنا الخليه وحطينا ليها بروازين زياده. هننزل الخشب اللي احنا قلناه قبل كده يا جماعه، الحتت دي عشان النحل لما يتحرك يعرف يتحرك من فوق البرواز ويتحرك من اسفل البرواز، يعني بتديله مساحه من الشغل. الجزء اللي هنا اللي على القماشه اللي هنا دي برده، الجزء ده هناخده ده اهو، وهنحطه في برواز ثاني وننزله برده في خليه اخرى ان شاء الله. كده بنقول لاحبابنا واعزائنا مشاهدي القناه كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.